ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم معنا في الخطبتين الماضيتين أن زماننا هذا زمن اشتباه الفتن وخطورتها، فهذا الوقت بالذات وهذا الزمن بالخصوص الذي نعيش أيامه وشهوره هو أشد الأزمنة والأوقات فتنا، وأخطرها وأكثرها انتشارا وفشوا وذيوعا. ولذا يجب على المسلم الكيس الفطن أن يكون متنبها لهذه الفتن، وأن يكون حذرا منها، وأن يحذر منها من يسأل عنه بين يدي الله تعالى، أن يحذر منها زوجه وأولاده وإخوانه وأصحابه وسائر من يعرف من المسلمين، لأنها فتن خطيرة عظيمة لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته هذه الفتن، عمت جميع بيوت المسلمين وانتشرت وسهل الوصول إليها وتيسر الاطلاع عليها من شبابنا ونسائنا ورجالنا بل وشيوخنا من كبار السن من الرجال والنساء. وصلت إليهم هذه الفتن بنوعيها، أعني فتن الشبهات وفتن الشهوات. ومعلوم عند المسلمين أن هذه الفتن التي تصد المسلمين عن دينهم يسعى لنشرها في المسلمين منذ زمن طويل أعداء هذا الدين. أعداء هذا الدين يبذلون الغالي والنفيس ولا يألون جهدا في نشر هذه الفتن بين المسلمين، وهذا أمر ظاهر واضح للمسلمين، وأمر واضح ظاهر بأنه من أعداء المسلمين المصرحين بعداوتهم للإسلام والمسلمين. لكن الخطورة أشد في أن بعض بني جلدتنا ممن يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بلهجتنا يفعلون مثل أفعال هؤلاء، يعينونهم ويساعدونهم في نشر هذه الفتن بين المسلمين، وهنا تكمن الخطورة. لو كانت هذه الفتن يسعى لنشرها فقط أعداء الدين الكفار المشركون الزنادقة الواضحون لكان أمرها هينا، لأننا يمكن أن نصد المسلمين عنها ببيان من ينشرها. نقول للمسلمين هذه الفتن راه ينشرها هذوك، وهذوك أعداء الدين كفار ليسوا بمسلمين لا يتسمون بأسماء المسلمين، فيكون أمرهم ظاهرا واضحا بحيث لا تنطلي شبهاتهم وشهواتهم على أكثر المسلمين، وإن كان لابد أن يتبعها بعضهم، لكن الأمر يكون واضحا للمسلم. الإشكال الأكبر والمعضلة الأخطر أن هذه الفتن عوض أن ينشرها أعداء الدين الواضح ينشرها أيضا بعض من يخفي عداوته لهذا الدين من المرتزقة
والزنادقة بمختلف أسمائهم وأسماء تياراتهم التي ينتسبون إليها، يعيدون أولئك في بث هذه السموم بين المسلمين وسط المسلمين، يدسونها فيما بينهم بحيث يجرون عددا كبيرا من المسلمين ذكورا وإناثا من عامة المسلمين ممن ليس لهم علم متين بالشريعة، يجرونهم إلى هذه الفتن ويسوقونهم وراءها. فنجد بين أقاربنا وجيراننا وأولاد أصحابنا ومعارفنا من اتبع هذه الفتن وصار يدعو إليها ويرددها وينشرها ويدافع عنها بين المسلمين ووسط المسلمين في مجتمعاتهم العامة، في مناسباتهم وفي المطاعم وغير ذلك من مجتمعات الناس. تجد من بني المسلمين من صار ينشر هذه الفتن، سواء كان مقتنعا بها أو أنها وافقت هواه. فالقصد أن هذه الفتن قد اشتدت خطورتها في زمننا هذا لهذه الأسباب التي ذكرنا. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على المسلمين العقلاء السعي في مواجهتها ومدافعتها وحماية أنفسهم وأولادهم وأقاربهم منها. فيأتي السؤال الدافع له هذا الأمر المذكور: ما السبيل لحماية أنفسنا وذوينا وأقاربنا من هذه الموجات الخطيرة والبحار الغزيرة للفتن بمختلف ألوانها وصورها؟ ما السبيل؟ قد ذكرنا فيما مضى أن الوقاية من ذلك تكون بأمرين أساسيين. الأمر الأول اتخاذ الأسباب لتقوية الإيمان وتزكية النفوس، والأمر الثاني بذل الوسع في تعلم العلم الشرعي، في تعلم ما أمكن وتيسر على قدر المستطاع من العلم بأحكام الله تبارك وتعالى وحكمه، من العلم بشريعة الله رب العالمين التي صارت عرضة للهدم، صارت عرضة للانتهاك عند هؤلاء. عند النوع الثاني، أما النوع الأول فأمره ظاهر منذ أزمن، لكن عند النوع الثاني الذي يخفى أمره على بعض الدراويش من المسلمين لا بد من تحصين النفس وتحصين غيرها بشيء من العلم الشرعي. فإن لم يستطع الإنسان أن يتعلم شيئا من العلم الشرعي، شيئا من هذه الشريعة الغراء لأسباب تمنعه من ذلك وتكون بينه وبين التعلم، فليسأل، فليرجع للعلماء وليربط نفسه ببعض العلماء ولو بواحد منهم، وليسأله عما أشكل عليه، عما يورده هؤلاء من الإرادات والإشكالات لهدم الشريعة التي يريدونها مصادمة للشريعة ومعارضة لها وهدما لأسسها وأصولها، لا أقل من أن ترجع لمن اجتمعت فيهم الأمانة والديانة والورع مع العلم المتين لتسألهم عما أشكل عليك من أمر الدين. إذا فلا بد من هذين الأمرين، وهما أمران مترابطان، أمران مترابطان. لا يمكن أن يقوى إيمانك وأن تزكو نفسك إلا بالعلم. لا بد من شيء من العلم الشرعي، نصيب من العلم الشرعي، وأقصد بذلك العلم المفروض على الأعيان، العلم الضروري تعلمه، العلم الواجب تعلمه، المفروض على الأعيان، لا بد منهما. فلا تزكو نفسك إلا بالحرص على مجالس العلم
ومجالس تزكية النفوس ومجالس تعلم الواجب من الأحكام الفقهية من فقه العبادات وفقه المعاملات، ومجالس تعرف بها كيف يفسر كلام الله، كيف يتدبر كلام الله تعالى، وكيف يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من العلم الواجب. فبهذا يمكنك أن تسعى وتبذل جهدك في تزكية نفسك وفي إعلاء إيمانك فهم أمران مترابطة. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية بعض الأشياء التي يحافظ بها المسلم على ثباته على هذا الدين واستقامته عليه. لا يمكن أيها المسلم أن تستقيم على هذا الدين وسط هذه الفتن الخطيرة المدلهمة. لا يمكن أن تثبت على الاستقامة والدين إلا بأسباب، إن علمت بها ثبتك الله على هذا الدين العظيم. فالله هو المثبت للقلوب، وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى، فالمثبت لها هو الله، لكن للتثبيت أسباب لا بد من اتخاذها. من الأسباب المهمة التي أشرنا إليها في الخطبة الماضية الابتعاد عن مواطن الفتن عموما، والابتعاد عن مقارفة الذنوب والمعاصي خصوصا. إذا أردت السلامة في دينك فعليك بمجانبة الفتن والنهي عنها ما أمكن، والسلامة لا يعدلها شيء. جانب الفتن اتركها، ابتعد عنها، إياك أن تخالطها، إياك أن تدخل فيها، إياك أن تسري بقلبك قبل أذنك إليها. إن علمت عن رجل أو امرأة أنهما مفتونان، أنهما صاحبا فردة، فجانبهما، إياك أن تسمع لهما، إياك أن تسري إليه. المصيبة أن بعض المسلمين في زماننا يسمع عن شخص أو شخصين، يسمع عنه أنهم قد فتنوا، أولئك الناس مفتونون، فتنوا في دينهم، وصاروا يروجون الشبهات الخطيرة الهدامة التي تعارض الدين، لكن بداعي الفضول يصغون إليه. الشيطان يمزه ويدفعه للاستماع لهؤلاء ومعرفة ما يقولون، فلا يشعر المرء حتى يجد تلك الشبهات التي استقرت في نفسه. لا يشعر، يجدها قد صارت تستقر شيئا فشيئا حتى تثبت في القلب وتتمكن منه، لأنه لم يسد الباب ولم يبتعد ولم يجانب كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أمرك بمجانبة مواطن الفتن والابتعاد عنها، لكن الفضول الشيطاني دعانا للاستماع إليها والإصغاء لأصحابها، فصارت تتمكن من قلبك شيئا فشيئا، فصرت بعد ذلك ثم صرت ممن يدعو إليها ويدافع عنها ويجر الناس ويجذبهم إليها. احذر أيها المسلم من ذلك. السبب أنك لم تعمل بالأمر الأول، وهو مجانبة مواطن الفتن عموما والابتعاد عن المعاصي والذنوب خصوصا. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أن مقارفة الذنوب والثبات على الدين أمران لا يجتمعان أبدا، لا يمكن اجتماعهما، الثبات على الدين ومواقعة الذنوب والمعاصي. فلا تقل مع نفسك، تتبنى كثير من الشباب يتبنون الثبات على الدين، كيتبنى مع راسه في كل رمضان في كل جمعة في كل مناسبة يتبنى الثبات على الاستقامة، كيقول ما كرهتش وبغيت كذا، لكنه يخالف الذنوب والمعاصي. لا يمكن اجتماع الأمرين، ما تتبناه ولا تعمله لا يمكن اجتماعه. بالذنوب والمعاصي لن تثبت على الدين قطعا. إذا أردت الثبات الذي تتبناه فجانب مواطن الفتن وابتعد
وحرص على ملء وقت الذنوب والمعاصي بالطاعات بمختلف انواعها وصنوفها تثبت باذن الله تعالى على هذا الدين العظيم. مما يثبت على الدين ايضا، وهذا الامر الذي ساذكره يعد هو جامع الامور والوسائل الاخرى، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه اولياء الله تعالى الاتقياء الصالحين بهذا. رسول الله عليه الصلاه والسلام يوصي اصحابه الاولياء الاتقياء الصالحين البرره بهذا الامر، الا وهو الاستعانه بالله تعالى. الاستعانه بالله، دعاء الله، طلبه بالليل والنهار، في الصباح والمساء بل ووسط النهار، في كل مواطن دعائك إياك أن يخلو دعاءك بهذا من الاستعانة بالله تعالى. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام، ذكر أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن قلوبنا بيد الله رب العالمين. ولا يمكن للمسلم العاقل أن يدعي أن ثباته على الدين بيده، يقول لا عارف الناس وعارف فتن الشهوات والشبهات ما تجربنيش أبدا، ما يمكنش الدين أنا الأمة عارفة أنا عادي شوية. ولا يقولوا اعلم أيها العبد أن غيرك أن أمثالك كان يقول مثل هذا وأكثر، ثم لما لم يتخذوا الأسباب فتنوا، لما توكلوا على أنفسهم وظنوا أن الأمور بيدهم وأن كل شيء بحولهم وقوتهم ولم يستعينوا بالله فتنوا فتنة عظيمة. كثير منهم كان يردد مثل ما تقول وأكثر. فإياك احذر أن تظن أن الأمر بيدك، واحذر من أن تعجب بعملك، الآن تقول أنا الآن على خير، أنا الآن حريص على الصلاة والصيام والدعاء وكذا ومجالسة مجالس العلم ومصاحبة الصالحين وكذا، إذا فقطعا أنا بعيد عن هذه الذنوب والمعاصي، فتغفل بسبب عجبك تغفل عن الاستعانة بالله. احذر من ذلك، لا بد لك في ليله ونهاره وفي كل أحيانه وأحواله أن يكون مستعينا بالله. هذا سيدنا رسول الله، سيد العابدين الزاهدين الأتقياء الصالحين، كان عليه الصلاة والسلام يكثر يقول أنس يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ووصى أصحابه بذلك. فقد روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ كان قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقولها دبر كل صلاة، تحتاج منا إلى شيء من التأمل ووقفات التدبر. اللهم أعني على ذكرك، بمعنى لولا عنك يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما قدرت على ذلك، ما استطعت ذلك. بعونك ومددك وتسديدك وتوفيقك يمكن أن أذكرك وأشكرك وأحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده كما قيل. إذا لم يكن عون من الله للفتى للعبد فأول ما يجري عليه اجتهاده ويكسره. فلا بد أن تكون مستعينا بالله، أي في كل أحوالك. مش الاستعانة بالله يعني تكون في جميع أحوالك طالبا العون من الله، سائلا الإعانة من الله. في كل أحوالك تعتقد أنك ضعيف فقير وأن الأمر ليس بيدك، مع اتخاذك للأسباب الأخرى، وكتقول الله تعالى هو المثبت وأسأله أن يعينني. وقد كان في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في المسند بسند صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر
وعزيمة في الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها وعزيمة في الرشد. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن وسائل الثبات على الدين وسط هذه الفتن التي نعيشها مصاحبة الصالحين. احرص أيها المسلم في ظل هذه الفتن التي تعيشها وتسمعها دون قصد دون تعمد. أحيانا تسمع هذه الفتن لأنه دخلت في البيوت، أتت إليه دون أن تبحث عنها، قد تصل إليك وقد تقرأ بسمعك دون قصد منك دون تعمد. فاحرص أيها العبد على ألا تنعزل عن الصالحين وعن مجالس العلم التي تتذكر فيها أمر دينك، مجالسها التذكير بما تعلم وتعرفه من قبل، وفيها التنبيه عند الغفلة، وفيها التعليم بشيء نسي أو كان مجهولا، وقل رب زدني علما. ولو كنت تعلم أمورا من الدين فلا بد أن تغيب عنك أمور أخرى. إذا علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء، وفوق كل ذي علم علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاحرص على مصاحبة الصالحين، وأقسم بالصالحين الذين يعينونك على الثبات على الدين. الناس اللي يذكرهم الله ويحثونك على طاعة الله وعلى الاستقامة ويجرونك إلى ما ينفعك. دائما يجرون بمجلس علم مثلا عبادة، أو يحثونك على عبادة، أو يذكرونك بعبادة أو نحو ذلك. هؤلاء هم الصالحون، فالزموا وصاحبهم. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء الإنسان العبد ذكر وأنثى، الخطاب يشمل الرجال والنساء. المرأة هي على دين من تصاحبها، على نهج من تصاحبها. فإذا كانت تصاحبها من النساء تعتقدها وتذكرها بالله وتعلمها وتدعوها للخير، فإنها ستكون على طريقها بإذن الله، ستتأثر بها. وإن غفلت تجد من ينبهها، إن نسيت تجد من يذكرها. لكن إن كانت مصاحبة لنوع آخر من النساء همها الدنيا، همها المظاهر، همها الشكليات، تتنافس في مقام الدنيا، فإنها ستكون على نهجها. المرء، هذه العبارة تشمل الذكر والأنثى، المرء على دين خليله، على نهجه، على سبيله وطريقه. فلينظر، يعني فليبحث وليتأمل أحدكم في من يخالف أي يصاحب، في من يتخذه خليلا، في من يتخذه صاحبا مقربا، في من يتخذه صديقا ملازما يكثر من مخالطته ومجالسته والسير معه. فليبحث، معنى فلينظر؟ يعني فليبحث عن صفاته وخصاله وأحواله مع الله رب العالمين. عشان الإنسان هذا صالح حريص على طاعة الله يذكرني بالله، أو العكس حريص على متاع الدنيا وحريص على جمع مطالب الدنيا وعلى التنافس فيها أو على بعض المخالفات الشرعية. فإن كان من النوع الأول فصاحبه، فإنك بإذن الله تعالى بعد أيام وأسابيع وشهور ستكون على النهج، أو قريبا منه ستؤثر فيك خلقه، تؤثر فيك صحبته. وقد قيل قديما: الصاحب ساحب. فاحرص على الصحبة الصالحة للمسلم، وخاصة أيها الشاب. غادي الشباب كيكون مزيان وغادي في الطريق مزيان، وإلا جات مناسبة رمضان لباس كيكون غادي مزيان، ولكن ما يبعده عن طريق الاستقامة إلا أصحاب السوء. اللي كيبعدونها هي أصدقاء السوء، كيكون بعيد عن واحد فكيكون مزيان. إذا يلقاو شيئا فشيئا بالواحد كل مرة هذا يدعوه لكذا وهذا لكذا والآخر شيء ثالث، فإذا هو يضعف وكيولي عنده تراجع في الاستقامة شيئا فشيئا، فلا يشعر حتى يجد نفسه
نفسه صار مثله ورجع إلى ما كان عليه مما ندم عليه وعزم على أن لا يعود به. أي نعم عرفناك كردان ولا غيره، كنت صادقا لما ندمت على ما فات وعزمت على عدم العود، كنت صادقا لا تشك في صدقك، لكن ما تشعرش براسك حتى تلقى راسك رجعتي لهذا الشيء اللي عزمتي انك ما ترجعش فيه، لانك لم تتخذ الاسباب. من الاسباب مصاحبه الصالحين وترك البطال، ترك اصحاب السوء، فانهم يجرونك الى الفتن من حيث لا تدري. نسال الله تعالى ان يثبت قلوبنا على دينه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدفع ودعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان توفق ولي امرنا وملك بلادنا محمدا السادس لما تحبه وترضاه. اللهم انصره وايده وسدده. اللهم احفظه في ولي عهده وسائر اسرته، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادم علينا وعلى سائر المسلمين نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم الرجزة والعذاب يا قوي يا عزيز يا جبار. وصل اللهم وسلم على